أهلا بيكم في مسلسلنا الجديد. بيبدأ مسلسلنا بعصابة خاطفة مجموعة أطفال من ملجأ أيتام، وبتختار الخاطفة 2 منهم علشان تبيعهم، واللي بيكونوا شيتو وأنيا. بس أنيا بتعضها وبتمسك إيد شيتو وبيجروا لحد ما بيقع شيتو مش بيقدر إنه يمشي، فبتسحبه أنيا في مستودع. بس العصابة مش بتسيبهم وبيفضلوا يدوروا عليهم، وبتعرف أنيا إنهم لو فضلوا هنا هيلاقوهم ويقتلوهم، فبتقلع السلسلة اللي معاها وبتكون سلسلتين بيكملوا بعض على شكل قمر، وبتلبس واحدة لشيتو وبتقوله في المستقبل هتعرفني من السلسلة دي، وساعتها لو لقيتني هنتجوز. وبتكون بتحب شيتو اللي اتربى معاها في الملجأ، وبتجري قدام العصابة علشان يشوفوها ويمسكوها، وبترفض تقولهم مكان شيتو. بيفضل الزعيم يخنق فيها وبيشوفها شيتو لكنها بتشاورله انه يهرب. بيعدي 15 سنة وبنشوف أنيا مع والدها بالتبني، وبيوديها قدام بيت عيلة كو الغنية جدا، وبيقولها إنها من دلوقتي بقت مرات الرئيس كو، وبتشاورله إنها مش عايزة. بس أبوها مش بيسمع الكلام وبيسيبها وبيمشي لأنه طمعان في فلوس عيلة كو. بتقف أنيا قدام البيت وهي حزينة، وبتمسك السلسلة وبتقول لشيتو إنها أسفة لأنها اتجوزت ومستنتوش لكن غصب عنها. وبنعرف إن من يوم الحادثة ولما الزعيم العصابة خنقها أثر على صوتها ومبقتش تتكلم. بيفتح لها الخدم وبتدخل وهي خايفة من المكان الغريب عليها. وبنشوف شيتو اللي بقى غني جدا بعد ما اتبنته عيلة كو الغنية، وبيبقى لسه بيدور على أنيا بس مش عارف يوصل لها. وعند أنيا بتقولها شين رئيسة الخدم إن أوضتها فوق، وإن السيد كو عملها لها مخصوص. بتطلع أنيا وبتقول الخادمة لشين ليه بتقولي لها كده، انت عارفة ان الأوضة دي الرئيس مانع أي حد يدخلها. قالت لها بخبص بس هي مراته، هي بقى الأوضة دي ليها. وبتدخل أنيا الأوضة بتلاقيها مفروشة ومتجهزة وفيها فستان فرح. في نفس الوقت بيجي كو واللي هو نفسه يبقى شيتو، وبيبقى داخل متضايق علشان مش لاقي أنيا، وبيطلع الأوضة اللي عاملها مخصوص علشانها، وبيشوف أنيا واللي بيكون ساعتها اسمها سو، وبيشوفها قاعدة وبيتعصب جدا، وبيفضل يزعق فيها جامد وهو بيخنقها، وبيقول لها بغضب ازاي تدخلي الأوضة دي وتلمسي حاجتها، مين سمحلك؟ وهو ما يعرفش يا عيني ان اللي قدامه هي أنيا حبيبته. بيسيبها أخيرا وبينده على الخدم. بتعمل شين انها متفاجئة، وبتقولها انت ايه اللي دخلك هنا، مش قلتلك تخشي الأوضة التانية؟ ما بتعرفش أنيا ترد عليهم وبتشاور لشيتو إنها ملهاش ذنب. فبيتريق عليها وبيقولها انت بتمثلي عشان تصعبي عليا، مش كفاية أبوكي دبسك فيا وباعك ليا وقبض تمنك؟ وبيفتكر لما أبوها بالتبني قاله انت دمرت سمعة بنتي وعملت معاها علاقة وهي خرصة، وبياخد فلوسه وبيخليه يتجوزها. وبتضربه أنيا بالقلم بسبب كلامه، وبتكتب له ان هو اللي عمل كده وهي ملهاش ذنب. بيفتكر شيتو لما كان في الملهى وفضل يشرب لحد ما سكر، وشاف أنيا اللي كانت هناك شغالة عاملة نظافة، وتخيلها إنها أنيا حبيبته وبسها بالعافية وعمل معاها علاقة. بيرجع للواقع وبيقول للخدم يحبسوا أنيا في أوضة لوحدها، وبعدها بمدة بتديها الخادمة فستان زفاف، وبتقولها إن شيتو بيقولها تلبسه. بتخاف أنيا وبتقولها متأكدة إن هو اللي طلب كده؟ قالت لها طبعا، هو أنا هكدب يعني؟ وبتطلع من عندها وبتبقى شين مستنياها، وهي اللي قالت لها تعمل كده وهددتها بولادها علشان ما تقولش حاجة لشيتو. بتلبس أنيا الفستان وبتطلع لشيتو اللي بيكون عمال يشرب وهو بيفكر في أنيا، وأول ما بيشوفها بيجري عليها وبيقولها بحب أنا كنت عارف إن الفستان هيكون حلو عليكي. هو بيبقى متخيلها أنيا حبيبته، وبيقرب منها علشان يبوسها فبتوقفه. فبيرجع لوعيه وبيزعق لها وبيقولها انتي لبستي الفستان ده ليه؟ بتقوله مش انت اللي قلت. قال لها انا ما قلتش حاجة، انتي كدابة، وعمالة تلفي وتدوري علشان تقربي مني. ساعتها بيدخل مساعده وبيقوله ان نتيجة فحص الدم طلعت ايجابية، وفعلا كان في حد حاطط له مخدر يوم ما عمل علاقة مع انيا. بيبص لها بكره وبيقول لها هاي لسه هتنكري؟ بتقوله مش انا اللي حطيت لك المخدر، صدقني انا ما اعرفش حاجة. بس طبعا هو مش بيصدقها وبيكسر الكاس اللي في ايده وبيزقها فبتقع على الازاز وايدها بتنجرح. بيبص لها وبيقول لها ما تحاوليش انك تصعبي عليا، وبينده على الخدم وبيقول لهم خدوها من هنا وقلعوا على الفستان اللي اتوسخ لما لبسته. فبتروح انيا معاهم وبيبص شيتو على الارض وبيلاقي حبل سلسلة زي اللي لابسها واقعة، فبياخدها وبيبص لها بصدمة. وبتاخد شين انيا للمستودع وبتفضل تهنها بالكلام وبتقول لها انيا انتي بتكرهيني ليه ودايما بتلفقي لي تهم. بتمسكها شين بكره وبتقول لها انتي السبب، انتي اللي بوظتي خطتي، انا المفروض اكون مكانك واكون مراتي السيد كو،
وبتفتكر لما حطت المخدر لكوف المشروب، لكنه قابل أنيا في طريقه وهو سكران وعمل معاها علاقة، وبتزقها بكره وبتنده الخدم الرجالة، وبتقول لهم ان السيد كو عايزهم يقلعوا الفستان لأنيا لانها وسخته لما لبسته. بيخافوا بيقولوا لها بس دي مراته. بتقول لهم بحقد دي مجرد خدامة رمت نفسها عليه، اللي يقلع الفستان هتجيله فلوس كتير، وما تقلقوش هي خرصة فمش هتعرف تقول حاجة. لما بيصدقوا بيفضلوا يقطعوا الفستان من عليها وهي بتحاول تقاومهم بكل ضعف، وشين بتبصلها بشماتة وبتفضل تهنيها وتتريق عليها وبتبهدلها حرفيا وبتخليهم يغرقوها مية ويضربوها بالصوت، وأنيا يا عيني مش عارفة حتى تصرخ. بتقولهم شين يلا اللي هيعمل معاها علاقة الأول هتجيله مبلغ كبير. بيفرحوا بيروح واحد منهم علشان يقرب منها، فبتضربه أنيا وبتزقه بعيد عنها، فبيتغاظ منها وبيفضل يضرب فيها. وعند شيتو بيحس بوجع في قلبه، فبيروح بسرعة علشان يشوف أنيا. وبتعرف شين ان شيتو جاي فبتخرج بسرعة وبتعطله وبتقوله ان انيا كويسة، بس هما بيقلعوها الفستان فما ينفعش يشوفها دلوقتي. بس شيتو بيقولها بغضب ان ملهاش دعوة، وتقوله هي مخبيها فين احسن لها. بتتوتر وبترفض تتكلم، فبيفضل هو يدور عليها وبتبقى انيا الخدم كاتمين بقها علشان ما تطلعش صوت. ولما بيكون خلاص شيتو هيوصل لها بيتصل بيه مساعده بيقوله انهم لو انيا حبيبته ورتب له ميعاد معاها. بيقفل شيتو معاه وهو حزين، وبيقوله هو بيبص للسلسلة يبقى كده سو ما طلعتش انيا حبيبته. وبيرجع تاني وبتروح لها شينو بكل كره بتقول الخدم انهم يقلعوها ويتحرشوا بيها، وينادوا بقية الخدم علشان يتفرجوا عليها، وبيعملوا زي ما قالت لهم. وبيفكر شيتو في انيا وبيحس انه ظلمها، فبيطلب من الخادمة إنها تجيب له مدرس لغة إشارة عشان يتعلم لغتها لأنه مش فاهمها. وبيقرر يرجع لها ويشوفها، وبيشوف الخدم بيجروا لما بيسألهم في إيه بيقولوا له إن شين طلبتهم علشان يتفرجوا على سو وهي زي العاهرة. بيتصدم وبيجري بسرعة عليها. ساعتها بتقع السلسلة من ايد انيا، بتشوفها شين وبتعرف انها مكملة للسلسلة اللي مع شيتو. بتحاول تاخدها منها بس انيا بتفضل ماسكاها في حضنها وبترفض تسيبها لحد. وبيدخل شيتو عليهم وبيغطي أنيا بالجاكيت بتاعه. بتترعب شين منه بتقوله إنها أسفة وكانت بتعمل كده علشان تعلمها القواعد. قال لها مين قالك تعلميها ولا تلمسيها أصلا؟ بيخاف الخدم وبيقولوله إحنا ملناش ذنب، شين هي اللي قالت لنا نعمل كده. بيبص لهم بكره وبيخلي الأمن يطردهم برا البيت، وبيشيل أنيا وبيفضل جنبها وبيعالج جروحها وهو خايف عليها. وبيقول لها لو حد حاول يضايقك بعد كده قوليلي. بتطمن انه جنبها وبتقوله ماشي بلغة الإشارة. بيتصل مساعده وبيقوله انت نسيت ان كان في ميعاد مع أنيا، بس لما اتأخرت هي مشيت. فبيحزن شيتو وبيفضل يشرب، فبتروح له أنيا وبتمنعه يشرب، فبيشدها عليه وبيفضل يبوسها وهو فاكرها حبيبته، ما يعرفش انها فعلا حبيبته. بتزقه وبتبعده عنها، فبيفوق لنفسه وهو متضايق وبيرميها برا الأوضة، وبيديها ورقة الطلاق وبيقولها ما تفكريش انك ممكن تعملي معايا علاقة تاني، وقعي ورقة الطلاق وخرجي من البيت فورا. بتفكر أنيا تروح فين، وأخيرا بتقرر تروح دار الأيتام اللي اتربت فيه، وبتقول يمكن ألاقي شيتو جاي هناك يدور عليا. وفعلا بتروح وبتقابل مدير الدار وبتقعد معاه. وبعد مدة بيجي شيتو الدار على أمل إنه يلاقيها. بيقابل المدير اللي بيقوله إن أنيا كانت لسه موجودة هنا، فبيفرح شيتو جدا. بيسأله راحت فين، قاله راحت تزور محل الزهور اللي كنت باخدكم عليه زمان. بيروح شيتو بسرعة علشان يشوفها، وعند أنيا في محل الزهور بيشوفها بلطجية المنطقة، وبيقولوا إنهم لازم يدخلوا وياخدوا منها فلوس لأنهم بيحموا المنطقة اللي فيها المحل، وهي كده مديونة ليهم. بتجيلهم شين اللي كانت مراقبة أنيا، وبتقولهم لو هنتوها وأذيتوها هديكم المبلغ اللي تطلبوه، ولو جبتوا السلسلة اللي لابساها هديكم فلوس أكتر. طبعا بيطمعوا وبيوافقوا، وبيدخلوا عند أنيا مسكينة وبيضايقوها. بتقولهم إنها تطلب الشرطة وإن اللي بيعملوه مش قانوني. بيضحكوا عليها وبيتهجموا عليها. بتقاومهم بس هما كانوا كتير. بيعدي شيتو من قدام محل الزهور وبيشوف أنيا من ظهرها. بيقول معقول هي دي، ولسه هيروح لها علشان يلحقها من البلطجية. بتخبط فيه بنت لابسة نفس السلسلة. بيبصلها بصدمة فبتقوله انت شيتو أنا أنيا، وبتحضنه. بيبص لمحل الزهور وبيشوف وش أنيا أخيرا، وبيبقى عايز يروح لها وينقذها. بتقوله البنت المزيفة إنها تعبانة. بيحس بتأنيب الضمير لو سابها لأنها أنقذته زمان، وبيبقى نفسه يروح ينقذ أنيا لكنه بيختار المزيفة.
وفي العربية بيمسك السلسلة بتاعته وبيلاقيها ما بتكملش القمر بتاعه، فبيعرف إنها كدابة وبينزلها من العربية وبيرجع بسرعة لأنيا. وبتكلم البنت شخص مجهول وبتقوله إن شيتو عرف إنها كدابة، وعند أنيا بتحاول تهرب بس ما بتعرفش، وبيفضلوا يتهجموا عليها لحد ما بيدخل شيتو ورجالته وبينقذها منهم، وبيقول لهم ازاي تتجرأوا وتقربوا من مراتي، وبيخلي رجالته تنتقم منهم، وبياخد أنيا في حضنه وبيغمى عليها، ولما بيخرج بيها بتقع السلسلة منها بس هو ما بياخدش باله، وبتشوفها شينو بتفرح جدا وبتاخدها، وبيودي شيتو أنيا المستشفى، وبيجي مساعده وبيقوله إنهم عرفوا إن أنيا حبيبته كانت بتعتني بمحل الزهور. بيفتكر كلام مدير الميتم إن أنيا راحت محل الزهور، فبيتصدم إن مراته سو هي نفسها حبيبته أنيا، وبيجري عليها وهو فرحان، ولما بتفوق بتبقى خايفة منه، فبيطمنها إنه جنبها وهو بيعيط وبيقولها إنه اتعلم لغة الإشارة علشان يفهمها وما تكتبلوش تاني. بتقوله ماشي، فقال لها أنا بس عايزك توريني حاجة علشان أتأكد منها، وبيبقى لسه هيقولها على السلسلة بيقطع مساعده وبيقوله إن والد أنيا جه وعمل شوشرة في المستشفى، فبيفهم شيتو إن جاي علشان يستغل الموقف وياخد فلوس منه، فبيقوله الأب وهو مجمع الناس علشان يفضحوا انت اغتصبت بنتي وبعدين اتجوزتها علشان تداري فضيحتك، ودلوقتي بسببك دخلت المستشفى وبتموت، كل ده علشان انت غني. بيقوله شيتو صح، انا اغتصبتها وانت كنت واقف بره الأوضة وشايف اللي بيحصل وبتصور، ما جيتش تمنعني ليه؟ اتوتر الأب وقال له ما كنتش اعرف انها بنتي. بتسمع أنيا الدوشة بره فبتفضل تدور على سلسلتها بجنون، بتهديها الممرضة وبتقول لها كل حاجة محطوطة في الأمانات لحد ما تخرجي، فبتهدى وبتخرج تشوف فيه ايه، وبيهاجم الكل شيتو علشان اللي حصل لأنيا، فبيسأل الأب ازاي أنيا بقت ما بتتكلمش، قاله الأب معرفش أنا اتبنيتها كده، فبيفهم شيتو إن صوتها راح من ساعة الحادثة زمان، وبيقول للأب بكره انت عايز ايه، قاله مليون وأسكت وإلا هفضحك قدام الإعلام وأقول إنك اغتصبتها وبتعاملها وحش بسبب نفوسك وسلطتك. بصله شيتو بكره وقال له انت اب بتبيع بنتك بالفلوس. بتخرج لهم انيا وبتوقف ابوها وبتقول له انت فعلا كنت موجود وانا معاه وصورتني. اتوتر الاب وتوه الموضوع وقال لها ارجعي مكانك انا بحميكي منه. قالت له انا بنتك كل حاجه عندك فلوس فلوس. قال لها اه. وقال لي شيتو انت هتديني فلوس علشان خدت بنتي وكانت اول مره ليها وقدامك ايه حلوه بتخدمك يعني مش خساره فيها الفلوس. بيتعصب شيتو من كلامه بيضربه وبيقول له اوعى تتكلم عليها كده تاني. قال له الاب طب انا عايز 5 مليون. ضحك شيتو بسخرية منه وقال له تمام انا هديك الفلوس بس بشرط تقطع علاقتك بيها خالص وكأنك ما تعرفهاش. قال له موافق. بتقول له انيا لا هو ما يستحقش. قال لها شيتو بحب ما تقلقيش فداكي اي فلوس المهم انك تكوني بخير وما يقربش منك تاني. ارتاحي وانا هحل الموضوع. بترجع اوضتها وبيقول شيتو للاب هديك الفلوس بس الأول تمضي على خطاب ضمان إنك ما تقربش من أنيا تاني وتكتب إزاي عرفتني بيها وجوزتها لي عشان أضمن حقي. بيوافق الأب وبيبصم على الورقة وبياخد الفلوس بفرحة وجشع. فبيقول شيتو لمساعده يسلم الورقة للمحامي ويرفع قضية ابتزاز على الأب ويسجنه. بيتصدم الأب وبيعرف إنه وقع على ورق السجن بطمعه وجشعه وغبائه. بيترجى شيتو يسامحه بس ولا بيعبره وبيمشي علشان يرجع لأنيا بس بيخبط في شين وبتقع منها السلسلة المكملة لسلسلته. بيتصدم لما بيشوفها معاها فبتقوله بخوف أرجوك ما تقربش مني وتاخد سلسلتي دي مهمة جدا ليا. بيهديها وبيشوف السلسلة وبيلاقي إنها الأمر المكمل لسلسلته فعلا وبيقول لها يعني دي بتاعتك. بتقوله أيوة. قالها بصدمة يعني انتي أنيا؟ بتقوله مش معقول انت شيتو. وبتحضنه بحب وبعدين بتبعد عنه وبتعمل انها مريضة وعندها صدمة عصبية علشان طردها وبتعمل انها خايفة منه. بيهديها وبياخدها في حضنه وبيقول لها اسف اني ما كنتش عارفك كل الوقت دوت بس من جواه بيكون زعلان ان سو ما طلعتش انيا وده لانه حبها بجد. وبياخدها علشان ترتاح وبيلاقي انيا طلعانه من اوضتها وبتبصله بعتاب لانه وعدها انه هيفضل جنبها ومش هيسيبها. بتبصلها شين وبتعمل انها خايفة منها لا تأذيها. بيتجاهل شيتو انيا وبياخد شين للدكتور فبيقول للدكتور انها عندها صدمة عصبية وعلشان تخف لازم يخليها دايما تواجه الشخص اللي مسبب لها الخوف علشان تتعافى. وبتبقى شين بتبص للدكتور ومهدداه. وبيرجع شيتو على أوضة أنيا فبتفرح بس بتتصدم لما بتشوفه جايب شين معاه لأوضتها وبتقوله انت جايبها هنا ليه؟
قال لها تعتذر منها حالا. قالت له اعتذر منها ليه؟ هي اللي اذتني مش انا. قال لها الحالة اللي هي فيها انت السبب فيها. بتستخبى شين وراه بخوف مزيف وبتقول له خليها تمشي انا خايفة منها. بيهديها وبيقول انيا تطلع بره الأوضة. اتعصبت وقالت له دي اوضتي مش هطلع بره. اتضايق منها وزقها وقال لها بطلي عنده واطلعي بره. انا مش هقدر اخليها تعاني، لازم احميها. وبيكون حاسس ان ده واجبه لانها حميته زمان. بتقوم انيا علشان تخرج من الأوضة وهي بتعرج فبتقع. وبيجري شيتو علشان يلحقها. بس شين بتمسكه. فبيعيط شيتو بحزن لأنه مش عارف يكون جنب أنيا اللي وقع في حبها من قلبه. ومضطر يكون جنب أنيا مزيفة علشان ده واجبه. بتحس شين إنه لسه بيحب أنيا بعد كل ده. فبتقول لازم أخلص منها. وبتروح تقابل بلطجي بتاع محل الزهور. وبتديله صورتها وبتتفق معاه على خطة. وبترجع المستشفى عادي. وبيفضل شيتو جنبها لحد ما بيسمع ممرضة بتتكلم إن أنيا معاها واحد في أوضتها. فبيتعصب شيتو جدا وبيغير عليها. وبيروح لها وعند أنيا بيجيلها البلطجي وبيتهجم عليها. بتقاومه لحد ما بيجي شيتو وبيبعدوا عنها. بتتحامى فيه وبتقوله إن ده البلطجي بتاع محل الزهور وإنه ساعتها هرب. بيهديها وبيتهمها البلطجي زور. وبيقول إنها على علاقة بيه وعارفاه ودايما بيجيلها. فبتنفي أنيا كلامه بسرعة وبتقول إنه كذاب وإنه يصدقها هي. فبيبصلهم شيتو وهو محتار يصدق مين. لحد ما بتدخل شينو مع دخلتها بتقع صورتها من جيب البلطجي. فبتوريها لشيتو بتقوله شوف صورتي معاه بتعمل ايه. فبيزعق شيتو معاه وبيسأله. فبيقول البلطجي ان انيا هي اللي اديتله صورة شين علشان يقتلها. بيبص شيتو لانيا بصدمة فبتقوله انا لا، انا ما عملتش حاجة. بس بيجي مساعد شيتو بيقوله ان عرف ان انيا هي اللي اتفقت مع والدها علشان يجي ويعمل شوشرة وياخدوا فلوس منك. بتنهار انيا وبتفضل تترجى يصدقها انها بريئة. اتعصب عليها وقال لها بعصبية يعني انت بريئة والكل كداب. وبتحزن انيا انه مش مصدقها. وبتبصلها شين بخبث وبتعرف انيا ان كل دوت من تخطيطها. وبتبين لها شين السلسلة في الدرة. فبتهجم انيا عليها علشان تاخدها. لكن طبعا شيتو بيفهم غلط وبيفكر انها عايزة تأذي شين. فبيزقها بعصبية وبيحضن شين اللي بتمثل انها خايفة من انيا. وبتحضره بخوف مزيف زيها. وبيغمى على انيا بس قبلها بتشوف السلسلة اللي في رقبة شيتو. ولما بتفوق بتعرفها ممرضة انها حامل وانها تهتم بنفسها اكتر. ولما بتسألها عن شيتو بتقولها انه خد شين البيت ومشي. وقال انه مش عايز يعرف عنها حاجة تاني. بتروح شين البيت وبتدخل بكل غرور وتكبر على انها حبيبة شيتو. بتشوف المساعد وبتقوله متفاجئ ان رجعت صح. طبعا كنت فرحان فيا لما انطردت من البيت. دلوقتي زي الشاطر كده ارجع واعتذرلي. ضحك بسخرية عليها وشدها من ايديها على الأوضة. وقال لها اعتذر لمين؟ قالت له ليا، لو ما عملتش كده هعرف شيتو حقيقتك وانك جاسوس في شركته. قال لها انت فاكراني مش عارف حقيقتك وانك انيا مزيفة؟ خفت وقالت له انت عرفت منين؟ قال لها انا عارف كل حاجة وعارف انيا الحقيقية وانا اللي كنت بداري عليكي دايما عشان شيتو ما يعرفش انيا الحقيقية. بتقوله وانت هتستفاد ايه؟ قال لها بقهر وغل هاخد منصبه وفلوسه لاني استحق ده علشان انا كمان من عيلة كو. اشمعنى هو يبقى الرئيس وانا مساعد؟ ودلوقتي هاخد مراته قبل منه. بتخاف منه بتزقه. قال لها لو ما سلمتنيش نفسك هعرفه حقيقتك. بتضطر انها تسلمه نفسها بكل حقارة. بتبقى الخادمة الكبيرة برا وسمعت كل حاجة وصورتهم سوا. وبعد ما بيخلص معاها بتقوله انت لازم تخلصني خالص من انيا دي. قالها تطمن وتسيبها عليه. وبيقولها على خطة تنفذها. وبتخرج انيا من المستشفى وبتقول لازم اتأكد ان الشخص دوت هو شيتو. بتروح البيت فبتقابلها شين. وبتوريها السلسلة بتاعتها. بتقرب انيا علشان تاخدها. بس شين بتمشي اتجاه المسبح. وبتروح انيا وراها وبتقولها شين انا اللي خليت البلطجي يتبلى عليكي وكمان انا اللي حطيت المخدر لشيتو في المشروب. بتتضايق انيا وبتسألها بتعمل كل دوت ليه. بتبصلها شين بكره وبتقولها علشان انا اللي مفروض اكون مرات شيتو مش انتي. شكرا على اسمك وسلسلتك اللي خلوني ملكة. وبتبقى بتستفزها بالقلادة. وبتبص بتلاقي شيتو والمساعد جايين. وبتقرب منها انيا علشان تاخد السلسلة. فبتصرخ شين بتوقع نفسها في المسبح علشان تعمل ان انيا هي اللي زقتها. فبيجري شيتو عليها وبيطلعها وبيطمنها انه جنبها. وبيبص لأنيا بكره في حين ان هي بتبصله بحب.
بعد لما طبقت السلاسل ببعض وبتعرف ان هو شيتو وحب حياتها، وبتقوله فرحة انها انيا، بس هو مش بيصدقها وبياخد شين وبيمشي، وبتحزن بس بتقرر عشان ابنها انها تكشف له الحقيقة وان شين منتحلة شخصيتها. وعندي شين بتقولي شيتو معرفش انيا عايزة مني ايه، دايما بتحاول تسرق سلسلتي مني ومعرفش السبب. بتدخل انيا عليهم وبتقوله انها انيا حبيبته، طبعا مش بيصدقها وبيقولها انها كذابة. بتقوله ان شين هي اللي كذابة وانتحلت شخصيتها وسرقت السلسلة، وبتحكيله على ذكريات الطفولة بتاعتهم، وبتوريله علامة الجرح بتاعتها وهي صغيرة، وبتقوله علشان تصدقني فاكر زمان لما العصابة مسكتني وخنقوني قدامك؟ من ساعتها وانا مش بقدر اتكلم. بيبصلها شيتو بصدمة لما بيكتشف ان هي فعلا انيا. بتخاف شين وبتقوله انها كذابة وان هي انيا حبيبته. بيزقها شيتو بيسألها لو هي انيا فين العلامة اللي في رقبتها. بتقوله انها عملت عملية تجميل وشالتها. بيقولها انه هيعرف انيا الحقيقية والكدابة وينتقم منها. فبتخاف من كلامه وبيبص لأنيا بحب، وبيحضنها وهو بيعيط وبيتأسف لها انه معرفهاش من زمان. بتقوله شكرا انك صدقتني، وبتبقى كاتبة موقف حصل ما بينهم في النوتة وهي حضناه. فبتقرأه شين وبتقوله قدام شيتو، فبيرجع يبصلهم بحيرة، وبيفضلوا الاتنين يقولوا انهم انيا لحد ما بيتعب من الحيرة وبيمسك دماغه بتعب ومبيكونش عارف يصدق مين. وهنا بيجيله مساعده، فبيخرج معاه شيتو وبيخليهم يستنوه. بيقول المساعد انهم بحثوا عن السيدة سو مراته وطلعت كدابة، وانها بتنتحل شخصية انيا حبيبته، وفي حد مجندها علشان تكون جاسوسة ليه وتطلع اسرار الشركة. فبيحزن شيتو جدا لانه كان فرح انها طلعت انيا لانه بيحبها. وعندي شين بتعور نفسها وبتصرخ، فبيجري شيتو عليها وبتقوله بتمثيل ان انيا حاولت تقتلها. بيبعدها شيتو عنها وبيزقها على الارض فبتتخبط في بطنها. واخيرا بتتكلم بصوتها وبتقوله وهي بتترجاه انه يصدقها، وبتقوله ان شين كدابة وما يصدقهاش. بس طبعا بيأكد المساعد على كلام شين، وبيقوله ان انيا سربت معلومات الشركة للمساهمين. فبيمسكها شيتو وبيرميها بره. بتقوله يصدقها وانها حامل في ابنه. بتضربها شين في بطنها، وبرضه مش بيصدقها شيتو بيقولها ما تحاولش تستعطفه وانه مش هيصدقها اكيد. وبيقول للخدم والامن يطردوها بره، كل ده قدام الخادمة الكبيرة. بتقوله أرجوك انقذ ابننا، هو بتبقى تعبانة جدا. فبيمشي وبيسيبها وما بيسألش فيها، وبتسندها الخادمة وهي بتعيط علشانها. وبتلاقيها بتنزف فبتخاف عليها وبتقولها وهي بتبكي هوديك المستشفى حالا. لكن أنيا بتتعب جدا وما بتقدرش تمشي. فبتجري الخادمة على شيتو وهي بتصرخ، وبتقوله إن أنيا مظلومة وإن شينو والمساعد متفقين سوا عليه. وبتوريه الفيديو اللي صورته ليهم لما كانوا سوا. وبيبصلهم شيتو بكره شديد وبيضرب شين بالقلم، وبيبقى مقهور لأنه ظلم حبيبته وما صدقهاش. بيترجاه المساعد يسامحه وبيتهم شين إنها السبب، وهي برضو بتقوله إن المساعد السبب. وبيسيبهم وبيجري علشان يلحق أنيا. بيلاقيها ماشية بالعافية فبيجري عليها وبيحضنها بحب وخوف، وبيقولها أنا آسف سامحيني. بتزقه بعيد عنها وبتقع على الأرض من التعب. بيترعب لما بيلاقيها بتنزف، وبيقولها بسرعة إنه هيوديها المستشفى. بتقوله وهي بتعيط بحزن ليه دايما بيغزلها ومش بيصدقها. بيعيط بقهر وبيفضل يضرب نفسه ويقولها لأنه غبي. هو بيفضل يقولها إنه آسف وبيحبها جدا. بتعيط أنيا لما بتشوف حالته وبتهديه، وبتقوله زمان وعدتك إني هفضل مستنياك، بس خلاص الوقت خلص ومش هقدر استناك أكتر من كده. بتمسح له دموعه وللأسف بتموت ما بين إيده. بيتصدم شيتو وبيقوم علشان ياخدها من المستشفى، بس بيقع بيها وهو مش مصدق نفسه. وبيفضل يحضن فيها وهو بيصرخ باسمها وبيعيط، ومش مصدق ان حبيبته ماتت بعد ما لقاها اخيرا. وبيفضل يفتكر كل ذكرياتهم سوا. وبيكون في شخص جايب عربيته وباصص في التليفون وبيخبطهم هما الاتنين. بيقول لها شيتو وهو بيموت انه هيقابلها في الحياة الجاية، واكيد هيعرفها من اول نظرة. وبيموت وهو ماسك ايديها. وللأسف لذيذ. اتمنى يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. باي باي.